الصمت العقابي سكين بارد بيجرح كرامتك كل يوم. بتقعد أيام مستني كلمة، مستني اعتذار، وهو صامت. تعرفوا إن في حيلة نفسية واحدة لو عملتها هتخليه هو اللي يكسر الصمت ويجري يكلمك؟ أهلا بيك في مساحتك الآمنة. أنا روجينا سمير، والنهاردة هتكلم عن أشرس سلاح بيستخدمه النرجسي عشان يحس بقوته عليك: الصمت العقابي. لما يسكت هو مش بيعاقبك عشان تصلح غلطتك، هو بيعاقبك عشان تتحول لإنسان ضعيف، قلقان، مستسلم، إنسان تحت رحمته. والحيلة اللي هتخليه يكسر الصمت بنفسه اسمها الانفصال العاطفي المؤقت. يعني لما يبدأ يمارس الصمت، بدل ما تجري وراه وتسأل مالك، هو أنا عملت إيه، طب أنا آسف، اختفي انت كمان عاطفيا. مش معناها انك تعمل صمت عقابي قصاده، لا، معناها انك تسحب طاقتك ومشاعرك منه تماما. امشي في حياتك عادي، اضحكي، البسي، اخرجي، شوف صحابك، ركز على هواياتك، اعمل كل اللي كان بيضايقه، كأن صمته ده مش فارق معاك اصلا. هو بيصمت عشان يشوفك بتتعذب. لما يلاقي انك مش بتتعذب ولا حاجة، بالعكس انك عايشة حياتك احسن وانك بتخرج مع اصحابك عادي، ده هيجننه، بيحس انه بيفقد السيطرة، وهنا يضطر يكسر الصمت عشان يحس بقوته. الصمت العقابي بيكبر ويعيش على رد فعلك. لو ما لقاش رد فعل هيموت. حريتك النفسية اهم بكتير من كلمتين تقولهم وانت مضغوط. اتعلم تدي لنفسك قيمتها، ما تستنيش تقدير من حد بيعاقبك بصمته. لو الفيديو لمس حاجة جواك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أنا روجينا، وبساعدك تعيش في سلام.